نشوف شحال جبت من توقعات نصف النهائي كأس العالم 2026 صحيحة من 4 توقعات اللي توقعناهم في الفيديو السابق تاع التوقع. ما نبدا ما تنساش دير متابعة ولايك باش يجوك اخبار. اليوم خرجت نتائج البكالوريا، ما نساوش نباركوا لكل خاوتنا اللي نجحوا في شهادة البكالوريا، واللي ما داوش شهادة البكالوريا نقول لهم ماشي نهاية العالم، زيروا رواحكم العام الجاي ان شاء الله تكونوا من الناجحين. مقابلة صعبة في الحقيقة. أتوقع في هذه المواجهة فوز، ومنطقيا أتوقع فوز المنتخب الفرنسي، ولكن تمنياتي أن يفوز المنتخب العربي المغربي. أتمنى فوز المغرب حقيقة، لأن المغرب الفريق العربي الوحيد الممثل للعرب والممثل لقارة إفريقيا. والمواجهة الثانية مواجهة المنتخب الإسباني لاروخا ضد المنتخب البلجيكي، ولكن أعطي ورقة العبور للمنتخب الإسباني بخبرته وحنكته في بطولة كأس العالم. والمقابلة الثالثة مواجهة المنتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي، ولكن أتوقع فوز المنتخب الإنجليزي لينهي مسار المنتخب النرويجي الذي أقصى البرازيل. والمواجهة الأخيرة مواجهة المنتخب الأرجنتيني فريق ليونيل ميسي ضد المنتخب السويسري الذي أقصى المنتخب الجزائري. باين أتوقع فوز المنتخب الأرجنتيني في النصف النهائي كأس العالم. شفتوا جماعة التوقعات نتاع نصف النهائي، جبت 4 توقعات من 4 توقعات، يعني تقدر تقول وانا ملك توقعات. هذه هي التوقعات نتاع ديما بالمنطق وما فيهاش العاطفة، توقعات وليس تمنيات. اعطونا رايكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم.